أهلا وسهلا ومرحبا بكن وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات جرائم مغربية. ولكي لا نطيل مشاهدينا الكرام في هذا التقديم، ندخل مباشرة في تفاصيل جريمة اليوم. في واحد الصباح من سنة 2014، وبالضبط قبل عيد الأضحى ديال 2014 بيومين، فاقت مدينة خريبكا على واحد الفاجعة كبيرة ديال السطو على بنكة. جاو شي عصابة هجمات على البنك وقتلوا هذاك لاجون دو سيكوريتي، وقتلوا واحد السيدة كدير الميناج، وقتلوا المديرة ديال البنك، وهزوا الفلوس اللي كان المبلغ ديالها 350 مليون سنتيم. حلوا البوليس بعين المكان، وكان واحد الاستنفار امني كبير، خاصة لما تبين ليهم في الكاميرا ديال البنك ثلاثة ديال الاشخاص ملتمين وهازين اسلحة نارية. هنا حضروا بزاف ديال الشخصيات الامنية وكبار الضباط ورجال كبار في الدولة، ودو البوليس ولا عليهم واحد الضغط كبير. من جهة ان المغرب ما كيعرفش هاد النوع من الجرائم اللي هي السطو المسلح. هاد الشي كيكون في امريكا الشمالية وفي المكسيك وبعض الدول الاوروبية، ولكن المغرب ما كيعرفش هاد النوع من الجرائم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية هو ان السلاح، وهذه كانت كارثة عظمى تحملها الامن بتنوع الاجهزة ديالو، وكل شيء استنفر لهذا الحادث. لما جاو البوليس، وبالضبط جات لا بريغاد ناسيونال دو لا بوليس جوديسيير اللي هي ما يسمى بالفرقة الوطنية الشرطة القضائية، وجاو الناس ديال الشرطة العلمية، حاولوا ياخذوا شي بصمات من هنا ومن هنا، ولكن مع الأسف ما عثروا على حتى شي دليل بيولوجي ولا شي بصمة، لأن المجرمين بانوا في الكاميرا ملتمين ودايرين لي غونت القفازات. هنا القضية ولات ملقاة على عاتق الشرطة القضائية مباشرة، لأن البحث التقني ما نفع بوالو في هذه الحالة. دونك ولا البحث الميداني هو المعتمد. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عندها معطى واحد اللي يمكن تنطلق منه، وهو هذاك تسجيل الكاميرا اللي بانوا فيه ثلاثة ديال الأشخاص كيتحركوا وهازين أسلحة نارية. ولكن الغريب في هذه القضية هو أن هاد المجرمين رغم أنهم هازين لي بيستولي، ولكن القتلى كانوا بثلاثة، أي المديرة ديال البنك وهذاك رجل الأمن وهذيك لافام دو ميناج اللي هي المنظفة، كلهم تقتلوا بأسلحة بيضاء ماشي بالأسلحة النارية. هنا البوليس رجحوا أنه من الممكن يكونوا هذوك لي بيستولي، هذوك الأسلحة النارية ماشي أسلحة حقيقيين، وإلا علاش المجرمين ما غاديش يستعملوهم في القتل؟ غريب ان شخص عنده بيستولي، عنده فردي، وغيضطر يتقرب من الضحيه باش يقتلها بالسكين. غريبه هذه القضيه. دونك بناء على هذه النظريه البوليس رجحوا امكانيه ان هذوك الفرادة ماشي حقيقيين، وربما ان الجنات استعملوهم فقط من اجل التمويه والتخويف ديال الضحايا. واستمرت الابحاث والتحريات المكثفه في هذه القضيه على مدى 3 أسابيع تقريبا، ولكن بدون نتيجة. وهنا غتوقع واحد القضية غريبة وعجيبة. وقعت واحد الحادثة سير، واحد سيارة بيضاء تصدمت مع واحد سيارة أخرى، ولكن البوليس لما حلوا بمكان حادث السير باش يديروا المعاينة، جا معهم واحد البوليسي اللي لما شاف مول السيارة البيضاء عرفو، سلم عليه السلام بخير كذا، وقيد لهم الكونستا ومشاو في حالهم. هذاك البوليسي مشى قال الفرقة اللي مكلفة بالبحث في هذه القضية ديال الهجوم على البنك، قال لي مودي احنا اليوم عاينا واحد حادثة سير خفيفة، وراه شفت واحد القضية وجاتني غريبة. قالوا لي شنو شفتي؟ قال لي شفت واحد طرف من هذيك الحادثة سير كنعرفو قريب للسكن ديالي، وكنعرفو غير الشمول وساكن غير هو ومو، ومرة في كيجي عندهم واحد خوهم أستاذ جامعي. ولكن في هذه الحادثة سير شفت عنده كات طوموبيل كات باقة دوبل في، وكان لابس مزيان. هنا البوليس خداو بالاقوال ديالو
وبالفعل قالوا نبحثوا في هذه القضيه ونزيدوا نوسعوا شويه البحث. مشاو البوليس عند دار هاد الدري، بعد ما وراهم البوليسي الدار ودقوا، خرجات امو قالوا لها السلام عليكم. السلام، كاين توفيق؟ قالت لهم كاين ولكن ناعس. قالوا لها عافاك الحاجه فيقي، ضروري بغينا نهضروا معاه حنا البوليس. قالت لهم واخا، ودخلات ولكن تعطلات، ما بقات خرجات لا هي لا ولدها. هنا البوليس قالوا ياك ما السيد في راسو العجينه وبغى يهرب. عاودوا دقوا، هو يخرج هو نيت، السلام عليكم. السلام، قالوا لي عافاك احنا البوليس. قال لهم مرحبا، قالوا لي بغيناك تمشي معنا شي اسئله بسيطه وترجع في حالك. قال لهم واخا مرحبا. مشى معاهم، واول سؤال طرحوا عليه واش الكاسكات بيضاء ديالك؟ قال لهم لا ديال خويا. عيطوا على داك خوه وكان استاذ جامعي، قالوا لي واش الكاسكات بيضاء ديالك؟ قال لهم لا انا عندي داسيا ما عنديش كاسكات. هنا البوليس فرحوا واحد الفرحه كبيره بزاف، خداو الماتريكي ديال الكاسكات وشافوا الملكيه ديالها، كيلقاوها يلا خرجت من لاميزو وباقا دوبل في وفي الملكيه ديال هاد الدري توفيق. وهاد خوه الاستاذ الجامعي كيقول البوليس ودي انا خويا ما عندوش حتى مليون صحيح، وانا اللي كنصرف عليه هو امي، كيفاش يقدر يشري هو كاسكات دوبل في؟ والصدفه الكبيره في هاد القضيه والغريب والعجيب هي ان هذاك الاستاذ الجامعي مرته هي المديره ديال البنك اللي تقتلات. هنا البوليس قالوا لي غنمشيو معاك للدار. هزوه مشاو معاه لدارهم وداروا واحد بيركيزيسيون ا دوميسيل، واحد تفتيش دقيق للمنزل المعني بالامر. بعد ما خداو امر بالتفتيش من النيابه العامه ولكن ما لقاو والو. ولكن واحد المفتيش من هذوك البوليس اللي طلعوا كيقلبوا في السطح لقاو شي 4 ديال الخناشي ديال الكاياس، وباقي داك الكاياس مشتت، اي الخناشي عامرين بالكاياس ولكن باقي شي حاجه في الارض. هو يخوي وحده من هذوك الاكياس، هو يطيح واحد الكيس، داك الكيس كبير اللي كيديروا فيه دوك لوازم الحمام، حلوه لقاوه مدكوك بالفلوس. عيطوا على دوك البوليس اللي لتحت، طلعوا شافوا داك الشيء، قالوا لي شنو هاد الشيء عندك هنا؟ ولقى راسو امام امر الواقع وقال لهم انا اللي سرقت البنكه، ولكن ماشي انا اللي قتلت، صحابي اللي قتلوا مرت خويا وهذوك اللي كانوا في البنك. هنا هذاك خوه اللي هو الرجل المدير ديال البنك غفل البوليس وضرب هاد خوه الصغير بواحد الضربه بحسب ما كيذكر السي احمد حسناوي اللي حرر هاد المسطره، كيقول بانه ضربه حتى طاح في الارض. على اي رجعوا للكوميساريه، قالوا لي فين صحابك؟ قال لهم كاينين. قالوا لي هاك غتعيط ليهم وغتقول لهم يجوا عندك دابا للدار ضروري، وقول لهم باللي كاينه شي حاجه مهمه بزاف ما تعطلوش. بالفعل مشاو شي بوليس لدارهم ودخلوا وقالوا لمو لما غيجيو واحد 2 دراري انت اللي غتحلي عليهم الباب. وهنا كانت فكره ممتازه من الشرطه انهم اقترحوا يكون الايقاف ديال هاد المعنيين بالامر في الدار ديال صاحبهم، هكا ما غاديش يشكوا نهائيا في شي حاجه. وفعلا جاو وحلت عليهم هذيك الام الباب ولقاو عليهم القبض. في التحقيق هاد الجوج قالوا باللي هذاك اللي تشد الاول، هذاك الولد توفيق اللي هو خو هذاك الاستاذ الجامعي اللي مرته هي المديره ديال البنك اللي ماتت، قالوا باللي هو اللي اقترح علينا هاد الفكره. وتحرروا الاقوال والاعترافات والتصريحات ديال هاد المعنيين بالامر، هاد المجرمين القتله، في محضر رسمي لكل واحد منهم، وتقدموا للعداله وتحكموا كلهم بالسجن المؤبد، وكان حكم نافذ. وإلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى آخر أسطر هذه المسطرة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.